السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. اليوم غنشارك معكم الكيكات الاكثر طلبا، او الكيكه بدون دقيق ولا سكر كتجي رائعه. والكيكه الثانيه هي الكيكه ديال الخوخ اللي شاركتها معكم بزاف ديال المرات وعجباتكم بزاف. غنشاركهم معكم بجميع التفاصيل، وايضا غنذكر معكم اثمنه البيع. ونبداو باول كيكه اللي هي الكيكه ديال بدون سكر. احتاجيت فيها 3 ديال الحبات ديال البيض مع قبيصه الملح وواحد الكيس ديال سكر الفانيليا اللي ممكن انكم تعوضوه بقشور حامضه او ليمونه. ضفت ايضا عندي هنا كاس ديال زيت الزيتون. بالنسبه لزيت الزيتون ما كيجيش باين فيها نهائيا. كتجي كيكه رائعه، كتجي حلوه ومعلكه وبنينه وصحيه، وكتجي متميزه الصراحه على الكيكات العاديه. جمعت دوك المكونات كلهم وخلطتهم بالطراب حتى ضاعف الحجم ديالهم، ولا الخليط اللون ديالو ابيض، وخليتهم جانبا. هنا عندي كاس ديال اللبن، غادي نضيف ليه 10 ديال الحبات ديال التمر. بالنسبه لهاد الكيكه هادي كتجي الحلاوه ديالها بحال الكيكه العاديه، يعني كتجي حلاوه اللي هي متوازنه. اللي بغات كيكه يعني تكون ناقصه في السكر، بالنسبه للمرضى السكري ممكن ديروا الكميه ديال التمر اللي كتناسب معكم. بالنسبه للبن ممكن تضيفوا الحليب او عصير برتقال اللي متوفر عندكم. انا اللبن كنخدم به تيجيب الكيكات يعني كيجيو به رائعين خفاف. غنطحن هاد التمر مزيان وغنضيفو للخليط. هنا عندي تقريبا 3 ديال الحبات ديال التمر قطعتهم رقاق مع تقريبا 4 ديال الحبات ديال الكركاع. هكذا باش تجينا ديك الكيكه كلها نحسو بها هكذا مكسرات، كتجي زوينه بزاف. هنا عندي الشوفان اللي طحنته في الطحان ديال العطريه. حتى تحصلت يعني على دقيق الشوفان. والكميه اللي هزت معايا هاد الكيكه 3 ديال الكؤوس ديال الشوفان مع 2 اكياس ديال خميره الحلويات، يعني 16 غرام في المجموع. الخليط كيبان لكم في الاول خفيف، ولكن غير بما كتكونوا وجدتوا المول اللي غتكبوا فيه الخليط ووجدتوا المسائل ديالكم الخليط كيتقال. غنحاول انني نوضح لكم القوام ديال الخليط كيفاش كيكون. هنا عندي مول اللي دهنته بشويه الزبده ورشيته يعني بدقيق الشوفان، وغنصب فيه الخليط. وسخنت الفران من قبل، ما كتاخدش وقت طويل في الفران، ماشي بحال الكيكات اللي كنديرو بالطحين، يعني تقريبا نصف ساعه كانت واجده. هنا عندي واحد الكميه ديال المكسرات، شويه اللوز كونكاسي واللوز عادي قطعته هكذا بموس، وشويه الكركاع. ضيفوا المكسرات اللي بغيتو، ممكن انكم ما ديروهمش يعني تكتفيو غير بدوك المكسرات اللي ضفنا في الداخل. بعد نص ساعه كانت واجده كتجي رائعه. غير كنصحكم انكم ديروها في واحد المول اللي يكون صغير. هذا المول هذا فيه 24 سنتيم. شوفوا معايا يعني ما شاء الله كتجي معلكه، كتحسوا براسكم كتاكلوا شي حاجه اللي مختلفه، يعني ماشي كيكه عاديه، شي حاجه اللي غنيه ولذيذه بزاف. وغندوز معاكم الكيك الثاني اللي هي كيكه ديال الخوخ. كنحاول نختصر لكم ما امكن باش ما يجيكمش الفيديوهات طوال. احتاجيت فيها 3 ديال الحبات ديال البيض مع كاس ديال السكر. ونخلط هاد المكونات مزيان، نطربهم حتى يتضاعف الحجم ديال الخليط. ممكن تخدموا بالهاشوار اولا بالخلاط اللي كنطحنوا به العصير. غير بغيت نوضح معكم خطوه بخطوه باش يجيو الكيكات ناجحين معكم من اول تجربه. واخا انا شاركتهم معكم من قبل وبزاف الاخوات صيفطوا لي هكذا الصور جربوهم ونجحوا معاهم، وانا كنفرح بزاف فاش شي وحده كتجرب الكيكات ديالي وكتصيفط ليا. هنا ضفت كاس لاروب ديال الزيت. ندمجوا المكونات. اي وحده جربات الكيكات ونجحوا معاها، اولا بغات وصفات جداد تخدم بيهم اولا كيكات، يعني خليو لي هكذا في التعليقات هكذا باش ناخذ افكار ونعرف شنو النوع ديال الفيديوهات اللي بغيتو نقدم لكم في القادم ان شاء الله. هنا عندي كاس ديال عصير البرتقال ضفتو وغنخلط. في هذه المرحله هذه غنحيد هذا الخلاط وغادي نضيف الطحين بشويه بشويه. بالنسبه للكميه ديال الطحين 3 ديال الكؤوس، اللي بغات تعبر بالميزان راه هي 300 غرام. كنضيف كاس بكاس وانا كنخلط. وضفت 2 اكياس ديال خميره الحلويات. ديال النجاح ديال كيكه الخوخ اولا الكيكه ديال التفاح هو القوام ديال الخليط. لاحظوا معايا كيفاش القوام ديال الخليط راه كيكون ثقيل ما تيكونش خفيف. انا عطيتكم العبار بالضبط اللي كندير هو 3 ديال الكؤوس، ولكن كاين الطحين اللي كيشرب اولا لا. نتوما المهم خصكم تحصلوا على الخليط بهذا القوام هذا، راه كتنجح وكتجي رائعه. انا راه بزاف الاخوات جربوها ونجحت معاهم. كاين اللي ما فهموش مزيان وقالوا لي عافاك شاكي معنا يعني بادق التفاصيل. هنا عندي مول دهنته بشويه الزبده ورشيته بالطحين، وغادي نصب فيه الخليط ديالي. بالنسبه للفرن اللي كنطيب فيه انا غير فرن عادي ديال الفرن غازي، كنسخنو هكذا من قبل مزيان
وكنقص ليه. بالنسبه للمده اللي كتاخد معنا هاد الكيكه هادي كتاخد 40 دقيقه يعني بالضبط. بالنسبه للقطره ديال المول ممكن يعني من 25 سنتيم حتى ل 30 سنتيم راه كتجي فيه رائعه. هنا عندي الخوخ اللي كنحيد ليه هكذا العظم، كنقسمو على نصفين، غير يكونوا الحبات ديال الخوخ شادين هكذا في راسهم باش يجيكم ساهلين في الخدمه. كنقطع هكذا شرائح اللي رقاق. وهاد الكيكه ممكن ديروها بالخوخ او الشهديه او حتى التفاح، راه كتجي رائعه وراني مشاركاها معكم بالتفاح في الفيديوهات السابقه. غير رجعوا الفيديو اللي قبل هذا غادي تلقاوها فيه. كنستف حتى كنكملها كامله. انا هنا اللي لاحظتوا معايا راه خدمتها بالخوخ وبالشهديه. هاد الشرائح اللي تيبان لكم بيضين راه خوخ وكم شهديه، وكملت بالخوخ. انا هاد الكيكات هادو اللي شاركت معاكم راه خدمت يعني لي كوموند، ولكن كنعاود نخدم كيكات ليا هكذا للدار باش نشاركهم معاكم، باش نفتح معاكم وتشوفوا يعني الكيكه الشكل ديالها من الداخل. اما لي كوموند كنخدمهم ما تنبغيش نشاركهم معاكم، لانه ما يمكنش ليا نقطع الكيكه باش نشاركها معاكم. لذلك ما تنصورش بزاف. الا لاحظتوا معايا ما تنصورش الفيديوهات كثيره لهذا السبب هذا. الا بغيتو نبقى نشارك معاكم، وكاين اخوات مهتمين يعني باثمنه ديال البيع والوصفات، اكتبوا لي في التعليقات. واي حاجه بغيتو تعرفوا الثمن ديالها غير خليو لي في التعليقات، راه كنجاوب على جميع التعاليق. من بعد ما كنكبلها بهذا الشكل هذا غادي ندخلها طيب في الفرن على نار اللي تكون مهيله. من بعد ما استفت الكميه كلها اللي عندي ديال الخوخ كنرش الوجه ديالها بشويه السكر اولا كيس ديال السكر الفانيليا، وغندخلها طيب في الفران ونشارك معكم بالشكل ديالها كيفاش كتجي. شوفوا معايا راه كتجي رائعه. هنا طفى عليها الفران، ولذلك كتلاحظوا ان الخوخ هبط شويه من الوسط، لكن راه جات رائعه خفيفه. غادي تلاحظوا معايا كيفاش كتجي هشيشه واسفنجيه. غير جربوها، هذه هي الوقيته ديال الخوخ. انا متاكده الا جربتوها غتولي معتمده عندكم. بزاف ديال البنات جربوها تتقول لي جربتها يعني اكثر من مره وكتجي ناجحه وكتجي لذيذه بزاف. بالنسبه للتزيين زينوا باللي بغيتو، ممكن تخليوها غير هكذاك. انا زينت هنا بشويه القرقاع. بالنسبه لاثمنه البيع، اثمنه البيع دائما كتقداو كتشوفوا شحال تقامت عليكم الكيكه وكتضربوا الثمن في جوج، كيكون هذاك هو ثمن البيع. لانه ما يمكنش مثلا انا دخلت هاد الكيكه فيها القرقاع فيها مكسرات، كاينه اللي غادي ديرها غير هكذاك بلا ما تضيف هاد الاضافه ديال القرقاع، راه ما غاديش تحسب بنفس الثمن. لكن الكيكه كتجمعوا الثمن يعني بشحال تقامت عليكم. مثلا الا تقامت عليكم ب 30 درهم راه غادي تخرجوها ب 60 درهم، يعني كيكون هذاك هو الثمن ديال البيع. هذا هو الثمن باش خرجت به هاد الكيكه هذه ديال الخوخ. بالنسبه للكيكه اللي خدمت بالشوا، الكيك اللي بدون دقيق ولا سكر هذا كنخرجوه بالثمن ديالو هو 70 درهم. وهاد الاثمنه مناسبين، ممكن الا دخلتوا مكونات اكثر تحسبوا بثمن اكثر. لهنا كنقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.